السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفتخر وأعتز وأتشرف بدعمكم للقناة. قناة تهتم بالتعريف بمواطنين أحرار وتسمع أصواتهم بربوع المغرب العربي الحبيب. شاهدوا الفيديو واتركوا تعليقاتكم. مرحبا بالجميع. تزوير لموقف تركيا في قضية الصحراء، وتوسل وانبطاح أمام بيدرو سانشيز، وتسول من أجل أن يقوم بزيارة إلى الجزائر. بطبيعة الحال هذين الموضوعين الرئيسيين اليوم لفضائح جديدة للنظام الجزائري، ولو أنه سيكون لنا مرور ايضا على القضيه التي الان قضيه بوعلام صنصال، قضيه العلاقات الجزائريه الفرنسيه ايضا، وعوده الى بعض المواقف من مساله الصحراء. ايضا هناك تطورات اخيره بحكم انه هذا هو الموضوع التي تدور حوله المسائل هذه. قضيه بيدرو سانشيز، تتذكروا الزلط والتفرعين، العين الحمراء امام اسبانيا، بيدرو سانشيز والموقف تاعو الغير مقبول في 2022. اليوم صار النظام الجزائري يتسول من اجل ان تكون زياره. راح نشوفوا تفاصيل هذه المساله. اطلب منكم في البدايه تفعلوا بالاعجاب بقوه، تشاركوا البث. راكم تعرفوا عندنا مده لم نلتقي في الايام الاخيره. هذه الاشكاليات هذه مع المنصات هذه صراحه لا تتوقف. نشوفوا بدايه تعرفوا تقريبا اليوم البدايه يعني تعطيكم الملخص تاع 50 سنه تقريبا. ربما لما نقول 50 سنه راكم تفهموا على ماذا اتكلم. بعد شوفوا الفيديو هذا اللي صنع ضجه في الساعات الاخيره في الجزائر. لو كانوا يسمعوا شوقي بن زهره هذو الناس لكانوا يعرفون منذ مده الحقيقه هذه. انا في دين في طريق عارف بينك تسديد حاجه اخرى بولي صاريه عندهم واحد الناس في الشغل حاجه خويا اقسم بالله غير ماترياج الشغل جديد الشغل كاع لي مثلا انا قاعده في النور هاي والله قاعده في النور يا ودي قوه الله يبارك الله يبارك. اللهم صل على النبي الحبيب الله عليه الصلاه والسلام. تعرفوا الصوت تاع، ركزوا لي على الشكل في البدايه ثم نتكلموا على المضمون. شكلا وكانه شخص يتكلم من الحاله هذيك اللي يتكلم فيها الشخص لما يعني بساعة عادي لا حياء في الامور هذه. لما كانك تصف في امراه ولا تتغزل بامراه ولا يعني امر صراحه مثير لانك تولي تتكلم بواحد الطريقه. يعني تشوف الفرد الجزائري درجه تقريبا الانسان، الفرد الجزائري جعل منه النظام الجزائري انسان ملهوف جيعان، انسان يعيش في حاله من الجوع، في حاله من انه صار يحسد الناس لما يشوف سيارات. ولو انه دوك نتكلموا على من هم هذو الناس، يعني باش تعرفوا الاشكاليه هذه تاع السياره في الجزائر انه الناس. انا لما كنت نقول ربما ناس كانت لا تفهم خصوصا لما يكونوا ليسوا جزائريين، نقول انه الفرد الجزائري قبل يعني لما ينام في الليل يحلم بسياره. وش من سياره؟ على العموم الفرد الجزائري يحلم بسياره. والله نوري لكم حلم كل مواطن يعني من الطبقه المتوسطه ما هي. يعني سياره ممنوع انها تسير في اوروبا على فكره. هاو الحلم تاع كل جزائري. خصنا نوريها لكم. اصلا لدرجه انها سياره غير معروفه صعيب انك تلقى صور تاعها. هذه هي سياره هنديه تسمى الماروتي. هذه السياره توصل حتى في الجزائر الى 5000 يورو، يعني القيمه تاعها باليورو. معناتها انه الحاله من الندره اللي خلقها النظام الجزائري. ولكن هنا بطبيعه الحال راكم فهمتوا بانه السخونه هذا كان في المعبر الحدودي داخل الجزائر.
يعني تخيلوا البلد، يعني حالة غير طبيعية في البلد هذا. معبر حدودي في تندوف ليس من أجل الدخول إلى المنطقة العازلة وإلى أراضي المغربية، يعني اللي هي اليوم خارج الجدار العازل، لا، باش يدخل المنطقة في تندوف، يعني باش تشوف ورايحين جهة غرف بيلات، ومن بعد بطبيعة الحال لأنه كاين معابر حدودية، يعني باش يروحوا لجهه المخيم. واللي راهو يشوف السيارات من نوع مرسيدس، تعرفوا انه الفرد الجزائري، المواطن الجزائري عفوا، يمنع عليه استيراد سيارات اكثر من 3 سنوات، يكون العمر تاعها لازمك لما تستورد الان تستورد سياره تكون في 2022. 2021 ممنوع، رغم انكم تعرفوا سياره 2021 سياره جديده عادي، لكن المواطن الجزائري يحرم من ذلك. البوليساريو يدخل حتى السيارات تاع السبعينات والثمانينات، وهم يركزوا خصوصا على سيارات المرسيدس من التسعينات، نهايه التسعينات بدايه الالفينات، اللي هي سيارات الجزائريين يحلمون بها. على كل حال قادر يصل السعر تاعها في بعض الاحيان الى 15,000 يورو القيمه تاعها، القيمه باليورو، سيارات من التسعينات، تخيلوا. يعني لانه مبحوث، يعني الفرد الجزائري يحلم دائما بهذيك الفخفخه تاع المرسيدس تاع نهايه التسعينات وبدايه الالفينات. يعني شوف النظام اين اوصل، وشوف البوليساريو الان. حتى الجزائريين بداوا يوقفوا على، ولو انه صراحه انا اتذكر خصوصا في السنوات الاخيره كانوا حتى في منصه اخرى لما بعض الجزائريين يشوفوا الفيديوهات يصدمون، يعني بداوا يعرفوا الحقيقه هذه تاع الامتيازات اللي يتمنعوا البوليساريو، ليس المحتجزين هذوك اللاجئين راهو مغلوب على امرهم، لكن البوليساريو، العناصر تاع البوليساريو، الامتيازات التي يتمتعون بها. ولكن لما تسمع صوت هذا الجزائري اللي في الفيديو صراحه تعرف درجه يعني الجحيم اللي يعيشه الفرد الجزائري. يشوف ناس اجانب في بلاده عايشين احسن منه بامواله، وهم ناس يعني هادو تاع البوليساريو، المرتزقه تاع ميليشيات البوليساريو. يعني شوف الوضع الى يعني وين وصل في البلد هذا، يعني وضع صراحه كارثي. ليس الوضع تاع المواطن راهو مثير للشفقه، ولكن في السلسله تاع الفضائح هذه حتى خارجي، يعني نشوفوا الصوره اليوم تاع الجزائر وتاع الجزائريين صراحه صارت كارثه. ربما اطلعتوا كلكم على الفيديو هذا، عفوا نحاول فقط لانه فيه مشكل. الفيديو اللي الفضيحه الجديده، يعني ودوك نتكلم لكم لانه اليوم في سياق هذه القضيه تاع الاشكاليه الاخلاقيه في المجتمع، الاشكاليه الاخلاقيه في البلد هذا اللي تتجاوز يعني الاشكاليه تاع النظام. شوف كل مجرم هذا، شوف شوف كي شاف داوه كالقذاره. هذا يوسف الليلي بطبيعه الحال، تربيه بيوت الرذيله، برو ماكس، مدمن على المخدرات. انا اخي دائما نعطي به المثال، نقول لكم عاشق البيضاء، يعني هو وابن الرئيس المعين عبد المجيد تبون عندهم القاسم المشترك هو الادمان على المخدرات، ولو انه ابن تبون كان يبيعها يعني واستوردها، يعني ادخلوها. تعرفوا بانه ابن الرئيس المعين عبد المجيد تبون، خالد تبون، سجن في 2018 في قضيه الكوكايين، ما سمي بقضيه البوشي، واستيراد 7 قناطير من الكوكايين. واسبانيا لحسن الحظ وقتها هي من فجرت الفضيحه هذه تاع 7 قناطير من الكوكايين اللي تورط فيها ابن الرئيس المعين عبد المجيد تبون، خالد تبون. ولما حكم بعد ما وصل عبد المجيد تبون للرئاسه، قال لهم بانه هو راح التقى مع هذا البوشي، مع يعني البارون تاع المخدرات، من اجل انه يعطيه هديه قاروره تاع عطر للوالده تاعو، الوالده تاع خالد تبون، اي زوجة الرئيس المعين عبد المجيد تبون. واللي صدق يصدق، واللي ما صدقش هذيك الاشكاليه تاعو، وانا صدقتهم صراحه.
وهذه حقيقة، هذه ربما واحد لما يسمع يقول لك راني نتكلم بسخرية هذه في يعني لما ما خرج من التقرير تاع جلسة المحاكمة، حتى الإعلام الجزائري تكلم عنها، يعني باش تشوفوا هذا يوسف بالليلي زاد فضحنا أكثر. يعني صورة الجزيرة أصلا راكم تشوفوا في فرنسا مشوهة، راكم تشوفوا في الظواهر أصلا ما انشره انا صراحه على منصه اكس يكفي، يعني تشوفوا تحية تبون تحية تبون فيف لالجيري تحية تبون تحية تبون تحية تبون فيف لالجيري فيف لالجيري تحية تبون تحية تبون حكي الحكي. سامحوني، تربيه بيوت الرديله هذه ما عندهمش فيديو ما تكونش في عبارات نبيه، والله لم انتبه اصلا الى انه كان عباره نبيه استسمحكم، يعني للاسف هذا هو لما يتكلم الان جزائري في المواقع دير الكيت مباشره صراحه، يعني استعمل السماعات لانه راح تكون عبارات غير اخلاقيه، هذه صارت يعني صراحه علامه مسجله. اذا هادو في ارجنتي يتهجموا على المارين ويقولوا لهم تحيه تبون وتحيه الجزائر، وهم راهم مقيمين بطريقه غير شرعيه في فرنسا. ارواح انت حل المعضله هذه، شوف النظام الجزائري ماذا ينتج، واحد اخر منهم عفوا مرة أخرى صراحة نسيت خلاص باللي موجودة عبارات نبية استسمحكم، يعني أعتذر لأنه على العموم المنصة هذه نتجنبوا هذه الأمور، لكن هذا ما هو موجود صراحة. تربية بيوت هذا واحد من آخر في مباشرة لما وصل لفرنسا. وعلى كل حال الآن راهو التبليغ راهو مشاهدة، راح ينضم للقائمة تاعنا هذيك الطويلة. اسمه جومار هو دون تعليق. على بالك عدت نستحي صراحه ان انا لما ندير التبليغات هذه عدت استحي نقول انني راهو هذا جزائري وراني انا جزائري وراهو هذا جومارو راهو قال باللي راح يجبد المسدس في الشونزيليزي ويرمي الناس. يعني شوف صوره الجزائر وين وصلت، شوف صورة الجزائر، ويزيد لها هذا بالليلي ومن بعد ينشر في الستوري تاعو صور الطاقم هذاك وشتمهم، قال لهم انا جزائري انا جزائري وسبهم على اساس باللي راه مستهدفوه، هو مستهدف لانه جزائري، هو وتربيه بيوت الرذيله هذا يوسف بالليلي واحد ما سمع به. جا لفرنسا طردوه النوادي اللي لعب فيها لانه انسان غير ما عنده اخلاق ما عنده اي شيء. تخيلوا في الطائره قال لهم انا ولدي ما يديرش الحزام لانني جزائري، قال لهم جبدوه راكم شفتوا كيفاش كانوا يجبدوا فيه كالقذاره. لكن المشكله انه القضايا هذه تاخذ زخم اعلامي تزيد تشوه صوره الجزائر والجزائريين اكثر، خصوصا الناس المقيمين بطريقه غير شرعيه. يعني وصلنا صراحه المرحله بعيدا ليس فقط النظام لكن من كل جهه كوارث، من كل جهه فضائح ما لا تتوقف. يعني اكبر اضحوكه واكبر مسخره فوق وجه الكره الارضيه، هذه العباره درك راكم تحققتوا منها بواحد زائد واحد. بلا ما نتكلم لكم على الطفله اللي اختطفت وتعرضت لما تعرضت اليه رحمه الله عليها في مدينه قسنطينه. تخيلوا ملايين جزائريين، ليس ماشي 100,000 هذو المؤثرين في المواقع وغير ذلك، خرجوا قبل ما يكتشف الجثه تاعها رحمه الله عليها. قال لك راي مليحه فيها وراي هربت من البيت وراي مع على باليش واش، وطفله في عمرها 12 سنه. قال لك هي الغلطه، ماشي اللي اختطفها واللي عامل فيها والتعليقات قبل ما يكتشفوها وقبل ما تتوفى بمئات الالاف. صح، وهذه الطفله مش مدايره وهذه مش مدايره الحجاب ومش مدايره كذا، تهجموا على الطفله في عمرها 12 سنه بالملايين. يعني وهذوك القذاره تاع تربيه بيوت الرذيله تاعهم فيديوهات متعدده. لكن المشكله وماشي في واحد مثلا ولا وحده تتكلم ولا لا، المشكل في انه المئات الالاف كانوا يتبناو نفس الروايه ويهاجمونها. في انا ما اظن عندي فيديو من راهي في ولايه قلبه في النوفل في الله يسهل.
غيتنقل بين ولايه كالما في نوفل فيل وواد المعيز. هذه هي البلاصه غيدير مع شويه دوكور لي مينور وشويه لي دوكور راهم كبار الماجور فاكسين. الطفله رحمه الله عليها لما بعد انا لما رحت بحثت يعني والتاريخ تاع الفيديوهات وتنشوف التعليقات وقت قيل هذا الكلام قالوا كامل صح راهي مع ذكور ومع وهي الطفله اصلا راهي مسكينه مختطفه ولا علاقه لها ورم حيوانات بشريه يعيشوا في المجتمع هذا. وراو شوقي بن زهره منذ سنوات يقول لكم تربيه بيوت الرذيله. اليوم عرفتوا منيح واش معناتها العباره هذه والحقيقه تاع العباره هذه، وانه انا لما نقول لك كلام هزو وما تزيدش تسال، لانه انا لما نقول على بالي بالواقع تاع المجتمع هذا وعلى بالي واش فيه وعلى بالي بانه المشكل ليس اني قلت لكم ليس انه كاين واحد مريض خطفها وحش خطفها وحدث ما حدث، لا المشكل انه الملايين كانوا يقولوا في نفس الكلام ويتهجموا على الطفله ويضربوا في العرض تاعها وفي العائله تاعها وكذا ويقول لك صح وراي خرجت وراي يعني باش تشوف اين وصلت وهذه الامور ليست بجديده على العموم على مجتمع فيه جميع الامراض الممكنه يعني. وهذا نتيجه تاع نظام، نتيجه منذ 1962 ما حدث في البلد هذا، نتيجه على التسعينات وما حدث فيها من امراض. هنا تعرف باللي المجتمع مريض حقيقه. لما تشوف ظواهر مثل هذه تخيلوا الاجانب لما كانوا يشوفوا حتى من الجاره الغربيه، لانه درك احنا في زوج نتبعوا المشاكل تاع بعضنا البعض، كانوا يقول لك ان شاء الله يلقاوها ومنا ومسكينه وطفيله وبراءه وملائكه. في الجزائر في بلدها كانوا يقولوا عليها الكلام اللي كنا نسمعوا فيه. ليس لي ما اقوله صراحه. هذا انا العباره تاعي راكم تاكدتوا الان بانه لا نقاش ولا جدال فيها انه تربيه بيوت الرذيله هي علامه مسجله اليوم باسم الجزائر للاسف نتيجه التراكمات التي حدثت في البلد هذا، يعني نظاما وفئه لا باس بها من الشعب باستثناء منطقه القبائل اللي تبقى حاله استثنائيه نوعا ما. الان ناتي الى النظام الجزائري. كان نتذكروا انا اليوم داني الحنين لواحد الفتره اصبر لو كان نشوفوا الصوره الرمز لتلك الفتره. لا ادري اذا كانت عندنا الصوره الرمز تاع تلك الفتره. تبون يا تبون، هذه كانت شغل هذاك البوستر هذاك تما باش نشوفوا تبون. تتذكروها هذه يا جماعه؟ هذه كانت العلامه تاع النظام الجزائري وقتها. ندير لكم شويه سسبانس حتى انايا تتذكروها هذه بطبيعه الحال. الجزائر تظهر العين الحمراء لاسبانيا 2022. اسبانيا بيدرو سانشيز يراسل ملك المغرب ويعلن على دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في خطوة بطبيعة الحال تاريخية أسطورية، سميها لأنه إسبانيا هي المستعمر التاريخي في المنطقة. فخرج عبد المجيد تبون وقتها. لماذا هنا كانوا يقولوا العين الحمراء؟ لأنه عبد المجيد تبون ضرب على الطاولة. ثبات، دعم، وحياد، وعودة للساحة الدولية، وطلب من دول شقيقة فض نزاعاتها. هكذا صبت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه الشهري مع الصحافة الوطنية. عرفت الجزائر خلال عهد الرئيس تبون استمرارا وثباتا على مواقف راسخة فيما يخص دعم القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية مع الدول الكبرى على غرار روسيا وأمريكا، الصين، إيطاليا وإسبانيا. الاستشارة نتاعها ضرورية في الملفات نتاع الساحل وغير الساحل، وبالنسبة لليبيا، بالنسبة للرأي تاع الجزائر في الساحة المتوسطية كذلك، الساحة الدول المتوسط كلها. المهم هنا هذه في اطار هذيك الحمله ضد اسبانيا كانوا يقولوا ثبات راسخ. الجزائر لا تداهن وثبات على المواقف وكذا، بل انه عبد المجيد تبون ذهب ابعد من ذلك. لا فيه جديد، وانا شخصيا متاسف كثير على العلاقات هذه
اللي بقات بيننا وبين اسبانيا، مش احنا السبب، ماشي حنا السبب. متى ستتحسن العلاقه مع اسبانيا؟ لما Si vous permettez, monsieur, en d'autres termes, qu'attendez-vous de l'autre partie, monsieur le président? j'attends Que ça s'améliore. ils ont fait un faux pas. الشعب الاسباني خطير، قلتها مرارا وتكرارا، علاقتنا مع الشعب الاسباني علاقات طيبه جدا الى يومنا هذا. احترامنا للملك احترام تام وعارفه هو. ملك نحترموه. بالنسبه لهيئات اخرى اسبانيا نتعاملوا مع بعض. احنا on a gelé les accords de bon voisinage. ما رغيناهمش سي جولي. on avait les mêmes accords qu'avec l'Italie. mais pour le moment c'est gelé parce que c'est un amical. تصرف غير ماهوش تصرف تاع اصدقاء ولا تصرف جملنا احنا. Monsieur le président, en mai prochain, vous هنا تبون يقول باللي رانا جمدنا هذيك الاتفاقيه الصداقه مع اسبانيا، وهو قرار خطير جدا. يعني شفنا باللي بالابعد مازال ما تقلقوش، اليوم لازمنا نديروا التاريخ، نرجعوا للفار مع عبد المجيد تبون. ثبات دعم عفوا ماشي هذه وعودة لساحة. الشيء اللي قامت به اسبانيا غير مقبول، غير مقبول. اخلاقيا ايه وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من احسن الحلول هي الحكم الذاتي ولا اسبانيا ما خصهاش تنسى الى يومنا هذا المسؤوليه تاعها ما زالتش في الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل في الصحراء الغربيه ما كان الحل. يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا. سي لا بيسونس ادمينيسترونت اللي صاروا اوكسيدونتال هذه نساوها. الاخرين يطبعوا ولا ما يطبعوش ولا براسهم من تلا. ما عندكش الحق تعطي بلاد مستعمره تعطيها لواحد اخر. هذا هو المشكل مع اسبانيا. Et prévoyez-vous, monsieur le président, d'autres mesures après celles prises à l'encontre de l'Espagne, si toutefois il ne change pas de position? احنا الاسبانيول الدوله الاسبانيه عندنا معها علاقات طيبه. وكان فيه قرب يعني كيما ايطاليا كيما كذا. رئيس الحكومه تخلى على كسر كل شيء. مش اسبانيا. ماشي اسبانيا. رئيس الحكومه. الراي تاع الاخرين ما عطاوهاش، وين كان عطاوها في المجلس الوطني تاعهم في الشارع الاسباني. سمعنا الكلام المطول تاع عبد المجيد تبون في القضيه هذه. تبون هذه في 2022 بالضبط في افريل 2022. جماعه انا بحكمكم تعرفون المشاكل هذو مع النظام الجزائري والضغوطات وكذا، راه عندي شويه اختلالات في الذاكره. ممكن تذكروني وفي التعليقات ومعنا من كان رئيس الحكومه وقتها في افريل 2022 باش نتاكدوا فقط. ربما معنا ناس على بالي متابعين كثر في اسبانيا، ربما تذكرونا من كان رئيس الحكومه الاسبانيه. هذا اللي خان وتتراجع وإحنا اللي عندنا مشكل معاه. تبون قال لك ما عندناش مشكل مع الملك، ما عندناش مشكل مع اسبانيا، عندنا مشكل مع رئيس الحكومه اللي كان وقتها واللي كان في افريل 2022. جماعه راهم ما عرف بداو راهم يقولوا بيدرو، واحد يقول سانشيز، دونك يبان ليه هو بيدرو سانشيز. بيدرو سانشيز هو رئيس الحكومه الاسباني، كان رئيس الحكومه الاسبانيه في افريل 2022. احنا اليوم نديروا فلاش فورورد، يعني نروحوا للقدام ونرجعوا وين رانا لهذه صائفه 2025 ونشوفوا طراش. نشوفوا رئيس الحكومه الجزائري وجه دعوه لشخص انه يزور الجزائر. واحد يقول لك رئيس حكومه جزائري يدعو مسؤول في اسبانيا يزور الجزائر، ماشي مشكل. نشوفوا شكون هو هذا. عفوا خلي لكم شويه شكون هو هذا المسؤول اللي راح يتم دعوته الى زياره الجزائر. On a besoin de vous voir. لازم نشوفوك يا بيدرو سانشيز. رانا شفنا مع
لا مع البرلمان تاعكم رانا شفنا مع سفير اسبانيا في الجزائر قلنا له لابد انكم تراجعوا موقفكم من قضيه الصحراء. إبان درك جينا عندك وبعثنا لك رئيس الحكومه منبطحا امامك بطريقه مثيره للشفقه ويقول لك اون دوا فو فواغ. بيدرو سانشيز قال له سي روح تقريبا طريقه حتى الان شكلا صراحه طريقه مثيره للشفقه يعني تاع النظام الجزائري. يعني حتى في الشكل موجوده اشكاليه. اون ا بيزوان دو يعني تا رئيس الحكومه الجزائري هذا الناس اللي ما عرفوش هذا رئيس الحكومه الجزائري هذا حتى في لما يدخل القصر المراديه لما يعني يشوفوه يقولوا له انت من وين راك رايح يعني العرباوي انسان نكره غير معروف لا وزن لا هيبه لا مواقف بعباره بسيطه حتى الناس ما يطلبوش مني انني ندير لكم تقديم للشخص هذا شخص دون اي اهميه يعني انت لانه رئيس الحكومه في الجزائر هو بوعلام الرئيس تاع ديوان الرئيس المعين عبد المجيد تبون. فأرسل بشكل شخصي من أجل أنه يدعو بيدرو سانشيز. كيفاش؟ بيدرو سانشيز في 2022 كان يقول عليه تبون هذا كارثة هذا. Si toutefois il ne change pas de position. احنا الاسبانيول الدوله الاسبانيه عندنا معها علاقات طيبه ايه وكان فيه قرب يعني كما ايطاليا كما كذا. رئيس الحكومه تخلى على كسر كل شيء. رئيس الحكومه مش اسبانيا. الراي تاع الاخرين ما عطاوهاش وين كان عطاوها في المجلس الوطني تاعو. رئيس الحكومه هذا اللي كسر كل شيء هو اللي لو كان وجهنا الدعوه الملك اسبانيا يزور الجزائر ممكن تبون اللي كان يقول عليه انه كسر كل شيء لان ندعوه للجزائر. واحد يقول لك الامور تتغير والمصالح تتغير ايه بصح انتم ماشي قلتوا لنا ثبات المواقف وزيد اسبانيا لم اكدت على موقفها من دعم مبادره الحكم الذاتي المغربيه منذ اشهر وكنت وريت لكم الكلام تاع وزير الخارجيه الاسباني الباريس اللي كان قال بانه القضيه هذه لابد ان تنتهي خلاص يعني ما بقاش الان وفي اطار مبادره الحكم الذاتي المغربيه وقال بعظمه لسانه لم نغير موقفنا تماما بل ذهب ابعد من الموقف تاع 2022. معناتها ارواح فهمني ارواح اعطيني المنطق تاع ما يقوم به النظام الجزائري. يا سيدي نمشيو معاكم بالمنطق تاعكم. وين هالمواقف وين الثبات وين الكلمه تاع الدوله وين الهيبه تاع الدوله وين انكم تقول بيدرو سانشيز كسر كل شيء بدعم مبادره الحكم الذاتي واليوم راك توجه له الدعوه. وين العقوبات الاقتصاديه اللي كنت تقول انه فرضناها على اسبانيا والعين الحمراء واسبانيا سترضخ. تبون قال لك العلاقات مع اسبانيا لن تعود الا اذا تراجعت اسبانيا على موقفها او سقطت حكومه سانشيز. اليوم رانا نوجهوا في دعوه لسانشيز وانا تقريبا توسل وتودد. سانشيز اصلا الاجنده تاعو راهي معمره الايامات هذو والاشكاليات الداخليه يعني لهذا قال له سي وحتى اذا جا سانشيز راهي بيدرو سانشيز راهي تكون كارثه كبرى للنظام الجزائري. هذا هو القضيه اللي ما يفهمهاش النظام المتعفن. قبل ما نمروا فقط لقضيه تركيا وقضيه الصحراء وهو الموضوع ايضا المهم جدا. تعرفوا انه مساء اليوم صدر عفو رئاسي من الرئيس المعين عبد المجيد تبون يعني عبره ولو انه كان على النظام الجزائري من يعني الطغمه العسكريه. العفو هذا يستثني بطبيعه الحال محكوم عليهم في قضيه المساس بالامن الدوله والامن الوطني والقضايا الجوسسه والتخابر. وتعرفوا انه واحده من التهم المتابع بها بوعلام صنصال هي هذه القضيه ما معناه بانه العفو اللي صدر مساء اليوم لن يمس يعني في اغلب الاحوال يعني لن يمس بوعلام صنصال ولو انه هنا ربما تعرفوا هنا في فرنسا أنا كنت قلتها أصلا كان خطأ كبير أنهم صدقوا بأنه
يعني في كلام النظام الجزائري، بل انهم الغوا مناقشه كانت حتى تعليمات للكثير، تعليمات هنا لا وجود للتعليمات، لكن كثر تلقاو يعني رسائل مبطنه بانهم يقللوا من الهجمات على النظام الجزائري. حتى وزير الداخليه الفرنسي برونو غوتايو يعني انقص من الحده تاع اللهجه تاعو طمعا في انه هذا سيجعل عبد المجيد تبون، لانهم هم يظنون، يعني الطبقه السياسيه جزء كبير منهم كانوا يظنون بانه هذا سيجعل الرئيس المعين عبد المجيد تبون يعني يتراجع وربما يطلق سراح بوعلام صنصال في اطار عفو، وهو ما لم يحدث. يعني ما لم يحدث على الاقل سهره اليوم، لانه النظام الجزائري انا كما قلتها يتلدد الان، يعني خاسر في كل الجهات الا مع فرنسا، بحكم انه كاين واحد ما بيش كيفاش نقولوا لها، واحد السذاجه في التعامل مع النظام الجزائري، ظنا بانهم يتعاملوا مع نظام وعنده مؤسسات. نشوف فقط كان